ستريم في المغرب. واش عمر شي واحد فيكم صور راسو كيفاش بدا ستريم في المغرب، وكيفاش بقات الشباب اللي كانوا كيلعبوا في دارهم اليوم ولا عندهم الاف المتابعين كيتسناو اللايفات ديالهم كل نهار؟ ستريم ما بقاش غير بلاي ستيشن وكاميرا، ولا ظاهره حقيقيه قلبت الموازين الرقميه. من قبل الشباب كانوا كيستعملوا يوتيوب ولا فيسبوك وغيرها غير باش يحطوا فيديوهات عاديه، ولكن مع ظهور تويتش وفيسبوك جيمنج ومؤخرا كيك ستريم ولا مهنه حقيقيه، وكل منصه طورت النظام ديالها باش تستقبل ستريمرز من جميع انحاء العالم. وباش نعرفوا علاش ولا الاقبال كبير من طرف الشباب على مزاوله ستريم، خصنا ندوز لواحد النقطه جدليه بزاف ومهمه في نفس الوقت، اللي هي الارباح. ففي يوتيوب ستريمرز كيربح من الاعلانات، السوبر شاتس والممبرشيبس، والارباح تختلف حسب كل دوله وعدد المشاهدات. السي بي ام ممكن يوصل ما بين 1 حتى $5، اي ما بين 10 دراهم حتى 50 درهم. ففي تويتش كاين السبسكرايبشنز والبيتس، غالبا المنصه كتقسم الارباح 50% 50% النص بالنص، ولكن بعض الستريمرز الكبار يقدروا يوصلوا 30% 70%، اي 70% لي كستريمرز و30% للمنصه. ولكن كيك دخلت بقوه وبسياسه جديده كتخلي الستريمرز 95% من الارباح الاشتراكات و5% فقط للمنصه، وهذا الشيء اللي خلى بزاف ديال الستريمرز يفكروا يبدلوا المنصه. وهذا الشيء اللي لاحظناه في واحد البيريود من الستريمرز خلاو تويتش وانتقلوا لكيك. ومن هنا كيبان الاحتراف. بعض المنصات بحال كيك وتويتش كيدير كونترا حصريه مع ستريمرز مقابل عدد ساعات البث محدد في الشهر مع مبلغ شهري مضمون، وزيد على الرعايات مع شركات بحال ريد بول او شركات اتصال بحال اورنج ولا انوي اللي كيطلبوا ترويج مباشر، بطولات، حملات اعلانيه مقابل مبالغ مهمه. ندوزو لابرز ستريمرز المغاربه. بزاف ديال الاسماء اللي يقدروا يبنوا جمهور كبير يدخلوا عالم الاحتراف. الياس الماركي واحد من ابرز ستريمرز اللي خلق جدل كبير، بدا تقريبا في 2020 وجمع ملايين المشاهدات، وتعرف بالجدالات اللي كيوقع في الستريمات ديالو. واخا بيني وبينكم محتوى ما تزفت، محتوى اللي قائم على تخسر الهضره وقذف الناس وتحريف ايات من القران، ما عندنا ما نديرو به. انتقال لاحمد صابري، بدا المسار ديالو في صناعه المحتوى في 2016، وكان كيبدا فيديوهات وستريمات بساط على الالعاب في يوتيوب. مع الوقت بدا الجمهور كيتعرف عليه بسبب الطريقه ديال الهضره ديالو والتفاعل مع المتابعين. هذه الاستمراريه خلات الاسم ديالو يكبر تدريجيا حتى ولا واحد من الستريمرز المعروفين في المغرب. ندوز الحمريطه، بدا ستريمات تقريبا في 2019، وكان في الاول كيدير ستريمات ديال الالعاب والهضره مع المتابعين في يوتيوب. تعرف بسبب الجو ديال الضحك والتفاعل الكبير مع الشاط، وهادشي اللي خلى بزاف ديال الشباب يتابعوا ستريمات ديالو حتى ولا معروف في المجال. ولكن باش تولي محترف خاص اكثر من كاميرا وميكروفون، خاص التزام يومي، برنامج دقيقه، اختيار محتوى مطلوب سواء الالعاب بحال كار اوف ديتي ولا فري فاير ولا رياكتات ولا غيرها. ولكن اليوم ستريم ماشي غير لعبه ولا تجاره رقميه، بناء براند شخصي ومصدر دخل حقيقي. ولكن المنافسه قويه، الضغط كبير، والالتزام هو اللي تحدد الناجح. والسؤال الكبير، واش الجيل الجديد في المغرب قادر يحول ستريم لصناعه رقميه كبيره، ولا غادي يبقى موجه مؤقته وغادي تدوز؟ وكرأي شخصي اخير كنشوف على ان ستريم في المغرب باقي متخلف، بحيث كيعتمد على الشوهه، كمفهوم الشوهه هكا والفضيحه، بحيث الا ما قامش داك ستريمرز بالفعل خارج عن المنظومه الاجتماعيه وخلق جدل كبير، بقيت كونسوماش بشكل عام. هادشي غنتلاحظوا في بدايه كل ستريمر سبق ذكرنا. الى هنا كان معكم دي بلاك ان شاء الله.